السلام عليكم. دابا غادي نلبي لكم طلب ديال بزاف البنات اللي طلبوني على الدجاجه اللي فوق الملحه. كنبداو بسم الله. درت حزيمه ديال الربيع مقطعه، شويه الثومه، نص معلقه ديال الخرقوم، ونص معلقه ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال الابزار، طريقه ديال السمن، شويه ديال الملحه، وكندير واحد القطيره زيت البلديه، وما كتنساوش واحد العصيره ديال الحامض. اهم حاجه كتشدوا هذيك الشرموله كتدكوها مزيان في المهراس، ولا دكوها غير هكا في طبيصير، وحاولوا تشرملوا هذيك الدجاجه مزيان مزيان، وخليوها على الاقل واحد نص ساعه د المكان على الاقل. وما تنساوش كما قلت لكم عصيره الحامض. وكتشدوا الملحه. انا هنا درت 2 باكيات ديال الملحه، كنديرهم هكا في المول اللي كيدخل الفران، اي مول عندكم. وكتحاولوا هكا كتضغطوا عليهم مزيان. راه الملحه البنات راه ما كتلصق، ما كتذوب، ما حتى شي حاجه، غير كتقيسها السخونيه. كتولي هكا بحال شي حجره ولا بحال شي رخامه. ودغيا الدجاج ديالنا كيتشوى وكيجي زوين، وكتجي فيه واحد المذاق اللي هو واعر بزاف، وكيجي طايب حتى من الداخل بكثره هذيك الحراره ما شاء الله اللي كتعطيه الملحه. صافي نحطوا هذيك الدجاجه هكا من الفوق، بلاتي غسلي يديا على باش ما نقيسش الدجاجه بالملحه. صافي كنشعلوا الفران غير من التحت. الا كان عندكم فران ديال الضو ولا ديال الغاز دائما شعلوه غير من التحت. وكنحطوا الدجاجه ديالنا كتشوى. وكنوجدوا بالنسبه للخضيره، انا وجدتها معاها خضيره هكا اللي سلقتها وصوتيتها. اي خضيره عندكم، تقدروا ترافقوها بالروز، تقدروا ترافقوها بداك الشيء اللي بغيتو. المهم الدجاج كيجي هكا مشوي زوين. طريقه اللي هي جديده، تقدروا تجربوها، ومهم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. صافي كنخشيوها، راه ما كتعطلش بزاف، الفران كيكون سخون. هانتوما ما شاء الله هي طابت. انا هنا درت شويه خيزو وشويه بطاطا، المهم داكشي اللي قسم الله اللي متوفر. وكنقول لكم بالصحه والراحه. ولا عجبكم بحال هاد الفيديوهات دائما خليو لي غير الكومونتيرات، وانا ان شاء الله نشاركهم معكم. وبصحتكم وراحتكم. هذه هي الدجاجه، فيديو جديد ان شاء الله.